الرخصه الرخصه الالمانيه دي. طبعا الامتحان كان توتر. ليه توتر؟ لان انا كان معايا واحد كمان في المدرسه دخل قبلي الامتحان وهو سوري بيتكلم عربي، وانا المفروض كل واحد له الامتحان تقريبا 45 دقيقه او 50 دقيقه حاجه زي كده، فانت بتخش مع بعض وبتبقى عارف انت كمان ساعه مثلا هيجي دورك. فرحت قعدت في الويتنج اريا، قلت طب ما اقرا شويه قران ولا حاجه، اي حاجه تكسر التوتر اللي احنا فيه. ومفيش 10 دقايق لقيت الراجل راجع والراجل ايه اللي هو اللي بيمتحن دوت ومع الالماني رجعوا الاثنين. ايه يا جماعه اللي حصل؟ والله سقط انت ما كملتش 10 دقايق. فقال لك والله ايه سقط وما اعرفش ايه وكده، فتعالى يلا انت بقى. فطبعا انا قلت يا نهار اسود، لا الراجل الالماني ده شكله ايه صعب وهيودينا في داهيه وما اعرفش ايه. وطبعا هنا الغلطه في الامتحان، يعني انت مثلا لو ما عملتش حاجه اسمها شولتر بريك، اللي انت ما بصيتش مثلا كده بكتفك وانت بتلف مره يعديها، الثانيه خلاص انت سقطت. لو انت مثلا عديت على محمر مشاة وكان في واحد هيعدي الطريق، يعني هيعدي الطريق لسه ما بداش يعدي الطريق بس هو هيعدي الطريق كده، انت سقطت. اي غلطه صغيره هتلاقي نفسك سقطت. قصص كتيره كده لازم تحطها في اعتبارك. فالحمد لله دخلت الامتحان. الجميل في الموضوع ان انا الحمد لله الالماني بتاعي كان بيساعدني شويه. الراجل كان بيتكلم مع المدرس بتاع السواقه، كان بيتكلم مع الممتحن، قعد يتكلموا طول الطريق بالالماني وانا قاعد بسوق. خلاص بقى الحمد لله. برده كان من ضمن الحاجات الكويسه ان المدرسه اللي انا كنت فيها كان تقريبا عارف الامتحان بيبقى عامل ازاي، فكان مدربنا على الامتحان بالظبط، فكنت بكرر الحاجات اللي انا عملتها معاه مع الممتحن في الامتحان. والحمد لله عديت من اول مره عشان خاطر يبقى معايا الايه